لله يا رب، الحمد لله الحمد لله. ألف 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 مليون مبروك. أنا عايز أقول لكم إن آلاء من الصبح صاحية الزغرة. استني بس بص مش لازم الدماغ ديت تدبها في اي حاجه من كتر اعملي اللي انت عايزاه، ما دام فرحانه خلاص. بصوا يا جماعه بقى، بص لما بتحمس اكني مفيش حاجه. انا زمانتك الصبح لما النهارده عملت ايه؟ قعدت تصوت في الحمام، ويا بنتي هتتلبسي في الحمام يا بنتي. فالحمد لله ربنا يفرحك يا رب وتكوني شفاكي على خير. انا عايزه اقول لك اللي فعلا كل حد بيحصل له حاجه في حياته ربنا عاملها لاسباب معينه او لحاجات معينه احنا لازم نفهمها وما نتضايقش منها. الكلام اللي انا كنت بقوله لك ده كله كنت فاهماه قوي زي ما انت اتاكدتي منه دلوقتي وحسيتيه. هو طبيعي اي حد مكاني هيبقى متضايق عشان شكله بيتغير، بس دلوقتي اقتنعت مليون في المية. بص يا جماعه الحمد لله بدات ان شاء الله مبشرات خير ان آلاء بدا العصر مش 100% مش 100%. بس اعملي الحاجات اللي انت كنت بتقولي عليها. دي بدات ديت كانت اكنها مش موجوده. بصوا الضحكه بقى اضحكي كده. دي يا جماعه بصوا في نغزه بدات تظهر هنا اهو، وبدا العصب هنا الحمد لله يشتغل. لما بضحك. فالحمد لله كلكم دلوقتي تباركوا آلاء وتحطوا وتوصلوا الفيديو دوت ل 100,000 لايك. الفيديو ده لازم يكون مكسر الدنيا، والفيديو دوت لازم يوصل لكل الناس وتعرف قد ايه ان الصحه بالدنيا. انتوا متخيلين انا بقالي بتاع 3 شهور عشان اعمل حاجه؟ 3 شهور. انتوا متخيلين يعني انتوا نايمين تبقوا نايمين مثلا وتصحوا وتلاقوا حاجه من وشكم مثلا ما بتتحركش، فطبعا انتوا غصب عنكم تتضايقوا يعني طبيعي. مش انت فرحانه؟ وكمان انا كنت في ايام بقى كنت لسه والده ولازم بقى افرح واعمل بقى. المهم دلوقتي بقى وهيصه نفسي اعضك. العضه لسه ما اتظبطش. لما بقى يتظبط هعضك. دلوقتي يا جماعه الحمد لله هي بدات الحمد لله في بدايه التحسن، بدا ان العصب يشتغل فالحمد لله. فاحنا قررنا ان احنا كل يوم هنصور لكم رده فعلها كده وبدايه التحسن واحده خطوه بخطوه. هو انا مش اكيد 100% لان لسه بصوا لما بضحك قوي بصوا ده بيشد لان العصب هنا مش 100% شغال. عينيا لسه مفتحه لسه بتوجعني برضو، هي عينيا الوحيده اللي بتوجعني لكن وشي وكده لا. الحمد لله الحمد لله يا رب. بس يا لا مش مصدقه انا وشي اتحرك. الحمد لله قولي الحمد لله. ثواني كده اتاكد يا بنت البسينه. الحمد لله يا رب الحمد لله. احساس صعب بس الحمد لله ان انا الحمد لله اللي انا اصلا حصل لي كده. الحمد لله. ليه بقى؟ لما حصل لي كده انا في عوامل كتير شفتها. ممكن بقى ندعي لكل مريض دلوقتي ان ربنا يشفي كل مريض. انا بدعي كل مريض وانا بدعي لنفسي بقول يا رب اشفيني واشفي كل مريض. امين يا رب اللهم امين. فانا الدعوه ديت من غير ما ادعي قدامي كمان انا بدعي. جماعه انا كده عايزه افرحكم تمام عشان عارفه ان انتوا بتحبوهم وانا بحبكم قوي قوي وتقعدوا تكتبوا لي كلام حلو وانا عارفه ان انتوا بتحسوني. يعني انا بحسكم انتوا بتحسوني. الكلام حتى اللي بتكتبوه انا بحسه جدا. انا متاكد وامل في ربنا كبير انه في اقل من 3 4 ايام او اسبوع ان شاء الله كده اكون العصب شغال 100%. انا عايزه اقول لكم انا والله من غير حلفان انا باخد كميه علاج. انا باخد 3 حقن كل يوم. باخد كورتيزون جامد جدا عشان انا حاسه ان انا اتخنت ما اعرفش ليه. وباخد كميه علاج انا طول اليوم بجد. انا بشكر محمد شايل عني تالين ساعات بيعمل لي هو الاكل ساعات. على فكره ده واجب عليا اصلا. يا حبيبي انا عارفه ان هو واجب عليك بس انا في ضغط بقى. الحمد لله بقالي 3 شهور كتير. الحمد لله. بس الحمد لله والله الحمد لله ما شاء الله. هشتغل اهو يا رب الحمد لله. محمد اللي بيشيل عني حاجات كتير قوي قوي. انا عمري ما انسى لك كل الحاجات اللي انت عملتها معايا ديت وانا بحبك قوي. والله فرحانه انت جيت مصدق ان انا فرحانه. مصدق والله خلاص. ايه ياما كنت فرحانه عايزه اضرب اي حد. هتضربيني؟ اضربها لا اما بقول لك بقى لما يا جماعه انا اصلا انتوا كنتوا بتقولوا لي يعني محمد لما بيجي يصورني يقول لي انا انت بتضحكي ليه؟ بقول له انا مش بضحك انا وشي بيبتسم لوحده. الله فاكر؟ فاكر ولا لا؟ فاكر يعني انا اللي حسدتك؟ لا يعني انا كنت بضحك فالناس متعوده عليا ان انا بضحك. ان شاء الله. وانا متعوده ان انا بضحك فحسدوني لما بضحك يقولوا لي يا بختك. انا نفسي الفيديو ده ينزل بسرعه بقى. نفسي الفيديو ده ينزل بسرعه قوي. بصوا انا عايزه انزل لكم الفيديو ده بسرعه. عايزه انزل لكم الفيديو ده بسرعه قوي 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 فوق ما انتوا تتخيلوا بجد. ربنا يا رب يكمل شفايا على خير عشان ابسطكم زي انا مبسوطه كده. وايه ده انا طايره وعندي انشكاح بطريقه فظيعه. يعني انا بجد والله مبسوطه بطريقه رهيبه وشكرا جدا على كلامكم الحلو ليا.
جماعه انتوا متشوقين دلوقتي عايزين تعرفوا المرحله اللي انا وصلت لها دلوقتي. انا عايزه اقول لكم بجد بجد انا مبسوطه قوي قوي، الحمد لله الحمد لله. كل حاجه ربنا يكملها على خير، وانا اسعد واحد في الدنيا دي كلها علشان شايف ان انت فرحانه. انا فرحانه قوي وان انت فرحانه دي احلى حاجه فرحاني اصلا. وانا واثقه لكل حد دلوقتي بيشوفنا، انا واثقه قد ايه هو بيتفرج على الفيديو ده مبتسم وبيضحك لوحده. ان شاء الله باذن الله ما يوصلش لاسبوعين يا رب ولا يوصل يا ل3 اسابيع ان شاء الله. يا رب يا رب يا يكون محمد الشفاء. اقول لك على حاجه، حتى لو وصل شهرين انا راضيه، انا الحمد راضيه. لله الحمد عارف لله. ليه؟ عشان ربنا بيحط لنا كل حاجه في حياتنا عشان خاطر بيدينا اختبار. المهم بصوا الشياكه، بصوا الاناقه، بصوا الغزاله لما بتبقى دي بس محتاجه غزاله تروق بس. والله انتوا ما تعرفوش حاجه. بصوا بقى محمد والقمر والشيكه والحلاوه بتاعته، الله اكبر عليك ربنا على ذوقك يا رب. تعالى ذوقك. عايزه اقول لكم يا جماعه احنا عايزين نشوف المرحله طيب ديت، هم مستنيين بصوا يشوفوا. هي بتحصل كل يوم حاجات ايه، حاجات صغنونه بس انا بلاحظها. ليه بلاحظها؟ لاني انا اللي تعبانه فانا ببقى مركزه جدا. لا وما شاء الله ملحوظ باين، هيبقى هم نفسهم هيقولوا لك أنا ان مش شاء الله هتكلم. انت يوم عن يوم انا بتتحسني. اول ما اشيل الكمام ومش هتكلم تمام، ماشي عشان هم يشوفوا ايه الفرق الملحوظ شويه. اقسم بالله عسل. الله اكبر ما شاء الله، ربنا يكملها على خير يا ده رب. كده وانا مش بتكلم تمام، بس هنا الورم راح، يعني هنا كان ورم جامد كان في التهابات باينه هنا كده، لما بتضحك ما شاء الله هنا بتشد معاها اكتر. اضحكي كده. بص لما بتحمس قوي زي انتم ما قلت لكم المره اللي فاتت دي بتشد اكتر عشان العضله دي لسه قويه عن العضله ديت. بصوا لما بضحك بابتسامه عاديه ايوه دي بتتحرك معاها، بدا يكون في استجابه هنا. استنى كده اهو شايفين يا جماعه؟ ديت انا بقدر اتحكم فيها لوحدها، لكن الاثنين دي بتشد طبعا اكتر عشان دي قويه. ان شاء الله خير ان شاء الله باذن بس الله. بجد؟ ادعوا كده ان شاء الله يكون في خلال الاسبوع الفيديو ده بينزل لكم، لان الفيديو ده لو نزل اعرفوا ان الحمد لله الا ربنا ان شاء الله. حتى يا محمد لو عدى شهرين انا راضيه بكل حاجه الحمد لله. يعني انا لو ما رضيتش ربنا هيعاقبني اكتر واكتر الحمد واكتر. لله. انا بس محتاجه النفسيه بس تتظبط والكلام ده كله، والحمد لله اتظبطت وبقت زي الفل وبقت زي القمر. كله بسبب محمد، والله يا جماعه بيعمل على قد ما يقدر عشان خاطر نفسيتي حبيبتي انا تتغير مش بركه الا انت، وربنا يا رب يقومك بالسلامه ويكمل شفاك على خير ويسعدك يا رب. يا رب. وربنا وتفضل كده على يقدرني طول كده. معايا وتفضل ساندني ونفضل سند لبعض ربنا لبعض على طول. يقدرني، وقلتها لك قبل الخطوبه وبقولها لك دلوقتي بعد الجواز، كل وعد وعدتهولك هوفيهولك ما تخافيش. انا عايزه اقول لكم يا جماعه الحمد لله الحمد لله، لا احنا بقالنا اهو سنه وكام شهر الحمد لله متجوزين، اللهم لك الحمد. ومعانا بنوتتنا ربنا يحميها يا رب. لسه الحب والشغف لسه موجود. ربنا يخليك لي يا روح قلبي وما يحرمنيش منك ابدا. انا مش قادره اقول لك انا مبسوطه قد ايه والله يا محمد. ربنا يسعدك يا رب. جماعه تعالوا بسرعه تعالوا بسرعه اوريكم حاجه. تعالوا انا فرحانه جدا جدا جدا. بصوا حاجه بسيطه بس فرحاني قوي قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اول حاجه خد هنا بدا الضحكه تتسحب كده، يعني بصوا انا لما بتحمس قوي طبعا الخد ده هو اللي بيشد زي ما قلت لكم. الخد ده هو اللي بيشد. بصوا لما بكون بقى انا قصدي ان انا اضحك بالراحه، بصوا الضحكه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. واقسم بالله يا جماعه انا هعيط والله العظيم هعيط. حاجه بسيطه انا بقف قدام المرايه كده ببقى عايزه اصوت واقعد اتنطط بس. بصوا حواجبي، بصوا الحته دي بتتحرك، ركزوا شايفين؟ بصوا لما اجي انزل كده هكشر، هعمل نفسي ان انا بكشر مع اني ما بعرفش اكشر. الضحكه على طول كانت في وشي، يعني في خط هنا اهو، الخط زاد. شايفين ولا مش شايفين يا جماعه؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا بجد مش مصدقه يا جماعه والله العظيم، مش مصدقه والله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بصوا يا جماعه انا اي حاجه والله العظيم بتحصل ببقى عايزه اطلع اوريها لكم على طول. اللي هو انا بصوا انا والله العظيم ببقى جوايا احساس ان انا هعيط. اللي هو انا لما يتم الشفاء على خير ان شاء الله والله العظيم انا هنهار من العياط، هنهار من العياط والله. يا جماعه نسيت اقول لكم على حاجه. لو انتم ملاحظين ان في حبوب في وشي، الحبوب ديت ظهرت طبعا للدكتور بتعمل لي مساج في وشي يعني التهب، وشي تعب. بصوا حبوب انا يعني بحاول ان انا اعالجها. يعني ضايقت اكتر من كده على فكره، بس انا بحاول ان انا اعالجها. وكمان الحر، فالاتنين مع بعض عاملين شغل جامد قوي. جماعه في خط ظهر هنا اهو،
شايفينه؟ الحمد لله ما شاء شايفينه الله. ولا لا؟ اهو. وهعمل لكم حركه في حواجبي هتلاقي فوق خط ظهر، بما ان الخطوط دي ظهرت يبقى كده النتيجه 100 وانا شايفاكم انت بتضحكي كده ومبتسمه ليا وفرحانه لي، فانا بجد بجد بحبكم قوي من كل قلبي يا روح قلبي. عايزه بقى اوريكم الخط اللي عند حواجبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو يا محمد خط كده، بما ان الخط ده ظهر يا محمد ده فيه امل كبير ان شاء الله. خلاص هانت. ايوه. النهارده يا جماعه ان شاء الله احنا رايحين نعمل رسم العصب، ان شاء الله خير باذن الله. الدكتور احنا عملنا رسم عصب قبل كده مرتين، وان شاء الله دي المره الثالثه ان شاء الله يا رب. النتيجه يا رب يا رب يا رب الدكتور يقول لنا الحمد لله تكون اتحسنت ان شاء الله. ندعي كلنا يا جماعه الالاء ان شاء الله. دول يا جماعه عشان انا خدت كميه حقن فوق ما تتخيلوا، انا لحد دلوقتي وصل 55 حقنه. ان شاء الله باذن الله النتيجه هتطلع كويسه، وان شاء الله باذن الله الدكتور يقول لك انت خفيتي ان شاء الله. انا متفائل خير واملي في ربنا كبير. يا رب يا رب اشفيني ان شاء الله خير. ما تقلقيش نفسك وما تتوتريش، وان شاء الله انا املي انت في ربنا. اهم حاجه ان انت تدعي لي والناس تدعي لي، لان بجد بجد تعبت فوق ما انت تتخيل بجد. ان شاء الله خير والله. الحقن والعلاج اللي انا باخده بيخلوني اعمل كده. الاقي دلوقتي يا جماعه بتعمل رسم العصب، فادعوا لها ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يطمنا عليها كده، وان شاء الله تبقى تحسني، وان شاء الله هنعرف النتيجه ونطمنك. خير ان شاء الله. لا ما تقلقيش نفسك، ان شاء الله هروح للدكتور وهيطمنا ان شاء الله. احنا عملنا رسم العصب يا جماعه، وان شاء الله رايحين للدكتور دلوقتي يبص لنا عليه. ما تزعليش نفسك يا الاء. بص خد اقول لك بس. خلاص بقى يا محمد بقى. دكتور صدمنا يا جماعه. احنا كنا رايحين واملنا في ربنا كبير، وان شاء الله برضو املنا في ربنا كبير. احنا كان نفسنا ان الدكتور يقول لنا ان الحمد لله اتحسنت، بس للاسف الدكتور قال لنا ان الحاله متاخره جدا جدا جدا، وده مش كويس على العصب السابع ومش كويس على الاعصاب عموما. ده بيعمل والعياذ بالله تليفات لو اتاخر. واحنا بدل الدكتور 10 جبت لها حد هنا في البيت عشان اريحها، غيرت مركز العلاج ل2 و3 و4، لجأنا لكل حاجه ممكن نلجأ ليها. فبجد والله احنا تعبنا. ناس كتير قوي منكم كتبت لنا ان النفسيه عامل مهم جدا واساسي، فانا يعلم ربنا بعمل ايه علشان خاطر ان انا افرحها وارضيها. فالحمد لله على كل شيء. بجد انا بترجاكم دلوقتي، بترجى اي حد دلوقتي بيتفرج على الفيديو دوت ما تستهونش بالتعليق اللي انت هتكتبه، ممكن ان شاء الله ربنا يجعله سبب. فاي حد يعرف دكتور كبير، لو اكبر دكتور في مصر، مستشفى كبيره، اي حل اي حل، لان بجد والله احنا تعبنا جدا جدا جدا. لو حد يعرف دكتور بره مصر في اي حته، اي حاجه انا هقدر اعملها، انا مش هاثر في حاجه. وانا والله يعلم ربنا ان انا ما اثرتش في حاجه مع الاء. كل حاجه اقدر اعملها تظبط نفسيتي انا عملتها، لان الدكتور قال لنا ان هي اتاخرت جدا. المفروض ان النتيجه اللي فاتت طلعت من شهر، النتيجه زي ما هي، مفيش اي تحسن في العصب خالص. رسم العصب طلع زي ما هو، بقالنا اكتر من 3 شهور من ساعه ما ولدت يا جماعه. ناس كتير بتكتب لنا انا اخويا جاله العصب السابع وقعد اسبوع واسبوعين وخف، وانا قريبي وانا صاحبي. والدكتور نفسه قال لنا كده، قال لنا ان العصب السابع بياخد من اسبوع لشهر، كبيره قوي. الدكتور نفسه انا بقول له طب والحل يا دكتور؟ قال لي انا ما اعرفش، يعني انا مش عارف الحل ايه. حجامه وعملت علاج طبيعي بدل الدكتور 10. فدلوقتي يا جماعه اي حد يعرف حل الموضوع والمشكله الاء، لو وصلت ان انا هسفرها بره مصر هسفرها بره مصر. ما اعرفش بقى هي تقدر تصور لكم تاني ولا لا، لان بجد نفسيتها متحطمه دلوقتي. وتشيروا الفيديو ده يا جماعه، لعل وعسى يوصل لحد عنده حل للموضوع بتاع الاء. ان شاء الله مش هاثر في اي حاجه والله. والله يا الاء والله لو هصرف كل جنيه في جيبي انا هعمل اللي اقدر عليه كله، كل اللي في استطاعتي. اي حاجه هعملها في سبيل ان انت تضحكي تاني وتؤمنا بالسلامه. ودعواتكم يا جماعه للمره الثانيه والثالثه والرابعه، ادعوا الالاء كتير والحمد لله خير.